السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة اخترنا لك مع آية. النهاردة وأنا بفتح جوجل لقيت شعار مبتكر جميل جدا. زي ما انتم شايفين جوجل حاطة عازفة الاحتفال بذكرى أسماء حمزة. تعالوا نشوف مين هي أسماء حمزة، نعرف لمحة عنها. النهاردة بتحتفل جوجل بذكرى المغنية وكاتبة الأغاني وعازفة العود أسماء حمزة. مين هي أسماء حمزة؟ هي عازفة عود سودانية، وهي من أوائل النساء اللي اشتغلوا في مجال العزف والتلحين على مستوى أفريقيا والوطن العربي. في زمن كان المجال دوت أساسا حكر على الرجال، ما كانش فيه ست قبل كده بدأت تشتغل في المجال دوت، فهي تعتبر أول النساء اللي اشتغلت في مجال العزف والتلحين على مستوى أفريقيا كلها، على مستوى أفريقيا والوطن العربي. لقبت بعاشقة الست أم كلثوم وأميرة العود. تاريخ ميلادها ومكان ميلادها: اتولدت سنة 1936 في الحلفاية. تاريخ ومكان الوفاة: توفت في 21 مايو 2018 برضو في نفس المكان الحلفاية. والآلة الموسيقية بتاعتها كانت آلة العود. أسماء حمزة هنتكلم عنها في السطور الجاية ديت. هي أول ملحنة وعازفة عود سودانية. هي من أوائل النساء اللي اقتحموا مجال العزف والتلحين على مستوى أفريقيا والوطن العربي. لقبت بعاشقة أم كلثوم، ولقبت برضو بأميرة العود زي ما قلنا قبل كده. ولدت بمرض في أحبالها الصوتية منعها من الغناء رغم حبها للغناء. تأثرت بالفنانين المصريين ومنهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وشادية. قدمت أكتر من 90 لحن. كانت أسماء حمزة اللي هي رحلت على عالمنا في 2018 من بين الفائزين في مسابقة ليلة القدر الكبرى الموسيقية في 17 يوليو عام 97 حسب ما كتب جوجل عنها. وأضاف جوجل إن الفوز ده كان نقطة تحول في حياة أسماء حمزة الموسيقية السودانية اللي ولدت عام 1932، وساهم في منحها التقدير والاهتمام في مجال يسيطر عليه الذكور. وكانت أسماء حمزة تعشق الموسيقى من صغرها، وبتحلم إنها تبقى في يوم من الأيام مطربة، لكن أحبالها الصوتية لم تساعدها في تحقيق حلمها. عشان كده بدأت تصفر، شرعت في التصفير، بقت تصفر يعني بدل ما تغني. ولما سمعها باباها وهي بتصفر بشكل إيقاعي استعار لها عود شبيه بالعود الموسيقي لكن بمزايا أقل عشان تتمكن بنته أسماء حمزة من ممارسة الموسيقى. وعلمت أسماء حمزة نفسها إزاي تعزف الأغاني اللي بتسمعها على العود اللي هو شغفها. وكان أبو أسماء حمزة بيدعمها في البداية، ولكنه كان من بين القلة، خاصة إن هو ما كانش مقبول اجتماعيا في الوسط في الوقت دوت في السودان. إن ست هي اللي تبدع في الموسيقى، كانت المهنة دي على الذكور بس. وتتذكر أسماء حمزة أن أولى ألحانها عزفتها كانت بشكل سري. ومع اكتسابها خبرة ومهارة في التلحين أنتجت أسماء حمزة ألحان للعديد من الفنانين الموهوبين في العالم العربي، وأصبحت واحدة من أولى الملحنات في السودان. وأصبحت أسماء حمزة عام 1946 واحدة من أولى السيدات اللي بيشتغلوا في مجال التلحين. وأول أغنية قامت أسماء حمزة بتلحينها هي أغنية يا عيوني من ديوان الملاح التائه للشاعر المصري علي محمود طه عام 1956. قدمت ما يقرب من 90 لحن. توفيت في 21 مايو 2018. نتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو أول مرة تزوروا القناة بتاعتنا نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. شكرا لكم أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.